السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عودة أخرى أعزائي في وصفات جديدة. كذلك الشهيوات اللي ممكن نعطيهم لوليداتنا يديهم معهم المدرسة، أو شي حاجة اللي خفيفة نقدموها مع في الكوتي، أو نديروها كذلك مرافقة مع لي سوب في العشاء. ففي الفيديو السابق كنا هضرنا على المخمرات اللي درناهم بدون اختمار، اللي يعني ما نخليهمش يخمروا لينا. فاحنا عطينا الشكل الاول، دابا غادي نديرو الشكلين الثانيين، وحدين نطيبهم في المقله والاخرين غنديرهم في الفران بهذه الاشكال اللي تيبانوا لكم جميلين جدا، بحشوات رائعه ومذاق غزال وبنين بزاف بزاف البنات. فممكن كذلك هاد المخمرات ممكن نطيبوهم باشكال عده. فتنتمنى الوصفات كذلك ديال اليوم يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم. بالنسبه للمقادير فاحنا كنا هضرنا عليها ديال المخمار او ديال البطبوط. فاحنا كنا درنا 400 غرام ديال الفينو مع 200 غرام ديال الفورس، خلطناهم بجوجهم، وتتبقى الكميه على حسب عدد افراد ديال الاسره. يعني اللي بغات تنقص الطحين تنقص، اللي بغات يعني تزيد. فعندنا واحد 2 معالق كبار ديال النشا، 4 المعالق ديال الحليب غبره نيدو، 15 غرام ديال الخميره ديال الخبز، عندنا خماره، وعندنا كذلك بصله وثومه غبره، وقريصه ديال الملحه، وجوج معالق كبار ديال الزبده بحاره الغرفه، وعندنا معلقه ديال سنيده وزيت البلديه. فالطريقه دائما تنديروا السنيده مع ديك الخماره مع الخميره ديال الخبز، وغادي نضيفوا عليهم الماء دافي ونخلطوهم باش تفاعل لينا وكذلك تجرى لينا. فهنايا الكميه ديال الخميره ديال الخبز عندنا غير 15 غرام، ما نديروش كميه كبيره باش تستغرق لنا هاد العجينه وقت الطوي باش تخمر لينا. فهنايا غادي نخدموها مباشره بعد الدليك، غادي ندوزو نصوبوا الحشوات مباشره، غادي نطيبوهم. يعني داكشي فيه فيعني دغيا غادي نوجدوا المسائل ديالنا باش نوجدوهم هكا لوليداتنا للكوتي او يدوهم معاهم المدرسه. فهاد المخمرات اللي غادي نديروا لهم الحشوات واخا تيبقاو باردين تيبقاو لذاذين، يعني ماشي ما مضرورينش، يعني ضروري خصنا ناكلوهم سخانين. فهنايا غادي نعجنوا المخمرات ديالنا الطريقه المعهوده، ندلكوهم مزيان، خصهم يكونوا لينا بحال السفنج، يعني تيتلصق لينا العجين في يدينا مدلوكين مزيان مزيان مزيان. وغادي ندخلوا فيهم داك الزبده ديالنا. غادي نقسموا العجين ديالنا على حنا قسمناهم على 3 شكل دوزناه، دابا نقسموه على 2. فهاد الشكل هذا غادي نطيبوه ان شاء الله في المقله. فانا ضفت عليهم واحد الكميه ديال لي زيبينار، ما مشحرين ما والو، مقطعين رقاقين. من الافضل اذا كانوا طريين. غادي نضيف واحد الكميه ديال الشاركوتري او لدند مدخن. غادي نضيفو كذلك شويه ديال السودانيه، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها. بالنسبه للزبده اللي عندي، فانا عندي تقريبا كميه الزبده اللي غتكفيني في المخمرات اللي عندي. غادي نضيف عليها واحد الكميه معقوله ديال والثومه محكوكه. فمعدنوس ممكن توا نضيفوه في هاد المخمرات هادو. فمن بعد ما تنخلط العجين تيكون هاد الشكل هذا، دونك الحشوه مخلطه في العجين. غادي نقرصهم قريصات على حسب القياس اللي بغيت انا، 40 غرام 50 غرام 60 غرام، شوفي انتي والحجم اللي باغي. غادي نكوروهم مزيان. غادي ناخذوا واحد البلاطو مدهون وغادي نقرصوهم بهذا الشكل هذا كيما تنقرصوا المخمرات ديالنا عاديين. هنايا الزبده اللي عندنا بحاره الغرفه يعني بوماد، خلطنا فيها داك المعدنوس، خلطنا فيها كذلك الثومه محكوكه. فالرائحه ديالها لمحبين الثوم رائعه جدا. انا هاد المخمرات هادو تيحمقوني، سيرتو ملي تيكونوا تيطيبوا رائعين جدا جدا. فغادي ديك الزبده ديك الكميه غادي ندهنوا الوجيهات ديال المخمرات هكا. دونك هنا كما وضحت، فانا ما غنخليهم لي يخمروا لا حتى شي حاجه، هي غادي نسالي الدهين الوجه ديالهم كامل بهذا الشكل. غادي نمشي نشعل المقيله ديالي، نخليها ديال تسخون، وغادي نحط المخمرات يبداو يطيبوا ليا. يا سلام يا سلام على الريحه اللي تطلع منهم، يعني ملي تتقلبوهم وتجي ديك الريحه ديال اللدند فومي مع ديك المعدنوس ومع الثومه، ما شهيتكمش حقيقه، اكثر من رائعين. هادو تيتشربوا مع كويس ديال القهوه، ولا شي زليفه ديال الحريره سخونه، ولا كويس ديال الاتاي مشحر لذاذين وغزال. فيا ريت تجربوهم وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير
ان شاء الله. فحنايا تنحمروهم جميع الجوانب وتنخليوهم لا جنب حتى تنساليو الكميه، فتيجيو هكا مهوين وخفافين جدا كما قلنا مخمرات بدون اختمار. يعني تعجنيهم ديري الحشوه ودوزي طيبيهم مباشره. فاللي بغات الطريقه هذه كذلك ديرهم في الفران ما فيها باس، يعني تيبقى لك الشكل اللي بغيتي نتيا طيبي فيه. غادي ندوزو ان شاء الله للحشوه ديال المخمرات التانيين. هادو ممكن البنات طيبوهم في الفران او طيبوهم في المقله او كذلك تقليوهم في الزيت. فحنايا عندنا في المكونات واحد الكميه ديال الزيتون الخضر، عندنا نوع ديال الفرماج مقطع مربعات، عندنا شويه ديال الشامبينيون، عندنا صلصه البيتزا، فلافل مقطعه حمراء وصفراء، عندنا شويه زيتون اسود، عندنا الحبق، وعندنا الزعتر وفرماج موزاريلا. دونك هادو الخمرات بحشوه ديال البيتزا. دونك غادي ندير كميه ديال الفلافل، يعني هنايا فرصه باش وليداتنا ياكلوا لينا داك الفلافل اللي حنا عارفين كذلك الفوائد ديالهم. فهنا انايا تنقص شويه من الفرماج، غنقص شويه من الشامبينيون، نقص شويه من الزيتون كتزيين فقط. غادي نكمل اضافه المكونات اللي بقات عندي، الزيتون الاخضر، الزيتون الاسود، غادي نضيف كذلك الحبق، لان هاد المنسمات العطريه تتعطي واحد الطيبه اكثر من رائعه، بحال الحبق، بحال الشبات، بحال السيبولات، فهما يعني ما تيخطاوش من الكوزينه، فهما زوينين بزاف. غادي نضيف الحكه ديالي ديال الزعتر، وغادي نضيف كذلك الفرماج موزاريلا والصلصه ديال البيتزا ديالي. هنا تتبقى لكم اختياريه على حسب الحشوه شحال عندك، فما غاديش تكون هاد الحشوه سائله، حنا فقط هي بحال تنفزقوها باش تندمج لينا مع الفرماج. تضيفي واحد 3 ولا 4 ديال المعالق كبار. بالنسبه للمخمرات ديالنا فحنايا شكلناهم هكا كويرات، غادي نقطعوهم كل كره موازن 50 غرام. غادي نقطع كل كره على جوج، يعني كل وحده فيها 25 غرام، وغادي نبسطهم هكا بيدي بمساعده ديال الطحين، يكونوا مبسطين رقيقين. وغادي نعمر في وسط منهم معلقه كبيره عامره ديال الحشو، يعني باش ما ناكلوش غير الخبيز اي البطيعه هكاك. فضروري الحشوه هي اللي اهم، هي اللي غتبلن لينا. وغادي نشد بالطبقه الثانيه ديال العجين، وغادي نقرص العجينه ديالها من الجوانب باش ما تخرج لياش الحشو. انتم شوفوا، وغادي نجمعها نكورها بين يدي، فها هي الكره مسدوده من جميع الجوانب، ما غاديش تعاود تحلي بتاتا او الحشو غادي يخرج لي. وغادي نبسطها على شكل مخمره وغنحطها في الطبسيل ديال الفران. غنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. فكما قلنا ممكن ديري هذه الطريقه هذه وتكملي بنفس الطريقه باش درت الحاش وشديت عليهم وطيبيهم في المقله يكونوا مخمرات بيتزا، او ديري نفس الطريقه كما قلنا ويكونوا الحجم ديال الكره صغر من هذا الشيء وتقليهم في الزيت. فغادي يجيوك عاوتاني مخمرات مقليين بالحشوه ديال البيتزا. فيعني يبقى لك الاختيار شنو بغيتي نتي ديري بهم والطريقه اللي بغيتي طيبي بهم هاد المخمرات هادو. او غادي تعمريهم الناس الموظفين، ممكن يديروا الكميه اللي بغاو، الانواع ديال الحشوات اللي بغاو، وغادي يديروا واحد بلاطو ويديروا واحد المنيدل ويدخلوهم المجمد حتى يجمدوا، ومن بعد غادي يجمعوهم مقلاصين وغادي يخليهم في واحد بلاستيك حتى لوقت الحاجه، او يعني الوقيته اللي ما عندكش فيها الوقت باش توجدي شي حاجه تجبديهم، او الضيوف على غفله، فهما يعني تيعتقوا ومهمين بزاف. بالنسبه لهذا الشكل اللي غادي نوريكم ممكن كذلك نديرهم بهم خبيزات، ولكن تتشوفوا في كل 50 غرام شحال تندير ديال الحشو، يعني غتنوفي من الحشو تيجيو يعني معمرين ولذاذين. وهنا اللي بغا تزيد واحد المزيوده مقطعه او تزيد مطيشه يابسه او مطيشه مرقده، فيعني المنسمات والحشوات يبقى لكم الاختيار. غادي نسد عليها مزيان وغادي نجيب هاد الليمون اللي عندي على شكل هكا مستطيل مدهون مزيان وغادي نبسطها فيه، وغادي ناخذ المقص وغادي نفتحها من الوسط. دونك كما قلنا هاد الخميرات ديالنا او هاد النوع ديال العجين ما تيختمروا ليناش. بعد ما تنكملوا الكميه كامله تناخذ البيض وتندير فيه شويه ديال السودانيه وتندهن الوجه ديالهم. هذا الا كنتي غطيبيهم في الفران. اما الا كنتي غطيبيهم في المقله
فما غاديش تحتاجي ديري لهم حتى شي حاجه تخليهم هكاك. دونك هنا من بعد ما حلينا الفتحات في داك الخبيزات، غير باش ديك الحشوه تزيد تخرج لي وتبان. وهنا غادي نعمر انايا بديك المكونات اللي نقصت بين الشامبينيون، بين انواع ديال الفخوماج. وكذلك الحشوه اللي تبقات لك غادي تعمريها فوق ديك البيض، غادي تجي رائعه وغيجيو اكثر معمرين واكثر لذاذين. فكذلك الا طيبتيهم في المقله غادي تخلي شويه ديال الحشو الا شرط لك. من بعد ما يعني كملتي البطيبات ديالك ملي يعمروا لك، غادي تحطيهم وكذلك تزيدي عليهم شويه ديال الحشو وتدخليهم غير تكراتيناو في الفران وتخرجيهم تيكون عطيني شكل اخر. فهنا من بعد ما غادي نكمل التزيين ديالي بكامل لي غابيل اللي عندي، من ورقه ديال الحبق، من الزعتر، من ديك المكونات ديال البيتزا فيها الفلافل والزيتون، نعمر هكا فوق الخبيزات. غادي نكون شاعله الفران ومسخناه واحد 5 ديال الدقائق على نار معتدله، يعني ما يكونوش النار مجهده باش ما يتشعطوليش دغيا الخبيزات يعني ويطيبوا نص طياب. فانا بغيتهم ياخذوا حقهم في الطياب بشويش عليهم. من بعد ما تنكملوهم غادي ندهن لهم شويه، نرش عليهم هكا نقيطه ديال الزيت وندخلهم الفران يطيبوا لنا على خاطرهم. من بعد ما غادي يخرجوا لينا غنوريكم الشكل ديالهم، يعني تيجيو خفافين مهوين، يعني شنو نقول لكم، واحد البنه يعني كانك تاكلي حقيقه كانك تاكلي بيتزا ولكن بشكل اخر. زويونين هكا خفافين، يديهم معاهم الوليدات واخا باردين تيتنكلوا، ماشي بحال البيتزا يعني تتبقى قاصحه. فهنايا غادي ناخذ شويه ديال الزيت وغادي نرش لهم الوجه ديالهم باش تجيهم ديك اللمعه. وكذلك زيت الزيتون فيها فوائد وتعطي تطيبه زوينه مع ديك الاعشاب المنسمه. هذا هو الشكل ديال الخبيزات ديالنا. فانا غنفتح معكم الشكيلات اللي وجدنا. وبالنسبه للحشوه يعني ما تقيدوش بالحشوه ديال البيتزا اللي درت انا فيها الفلافل، فممكن ديروا اي حشوه بغيتو. كما تشوفوا الخبيزات مهويين خفافين ما فيهم لا بطعه لا حتى شي حاجه، بطيبيطات زويونين. كذلك هادو مناسبين حتى في رمضان. تنتمنى يكونوا عجبوكم والفكره ديال اليوم كذلك نالت الرضا ديالكم. هادو هما وصفات اليوم، خبيزات ساهلين بطيبيطات معمرين بحشوات اقتصاديه، ممكن توجديهم بسرعه وتقدميهم لوليداتك باشكال جديده. يعني حتى المنظر تيلعب دور باش نشهيو وليداتنا. وشكرا لكم والى وصفه اخرى باذن الله.